رمضان على الابواب، وكل سنه وانتم طيبين وبالف خير، وينعاد عليكم الايام الجميله دي وانتم بالف صحه وسعاده. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض فيديو حلو قوي 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 هيفيدنا جدا في سحور رمضان وفي ايام رمضان. اللي يعني بنستناها من السنه للسنه، بتبقى احلى ايام. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده القرص البلدي الفلاحي اللي طعمها وريحتها هتجيب لاخر الشارع. هشة وطرية وخفيفة جدا جدا، ولونها موحد، والتسوية تحفة، والقرص بقى طعمها حاجة كده قمر. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد مش محتاجة اتكلم. القرص هشة جدا وخفيفة واحلى 100 مرة من اللي بنشتريها من الافران من بره. هتعملوها في البيت وهتنبهروا من النتيجة، وتفرزيها كده وتاكليها في السحور سادة كده مع كوباية شاي بلبن، مش عايزين اي حاجة جنبها. حاجة كده عظمة على عظمة. يلا بينا نبدأ في الطريقة بتاعتنا على طول. بسم الله هنبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة انا معايا معلقة كبيرة كده مليانة من الخميرة الفورية، ونقدر نستخدم الخميرة البلدي اللي هي الخميرة بيرة. عليها 3 معالق كبار كده مليانين هرميين كده من السكر. 3 معالق كبار، مش كتير خالص على النص كيلو دقيق. خلاص، عشان القرص تبقى طعمها مسكر وحلو وفي نفس الوقت تاخد لون موحد. معايا بقى نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. خلاص، تقدري على فكرة انك تجيبيه كده من السوبر ماركت نص بنص، يعني على قد الاستخدام فتبقي وزناهم. تمام، نص كيلو من الدقيق، واهم حاجة ندخل الدقيق كويس جدا. وكمان معايا ذرة بسيطة جدا كده من الملح. تمام، ومعايا نص كوباية من السمنة. يفضل طبعا يا جماعة ان هي تكون سمنة بلدي. السمنة البلدي ما بيكونش ليها حل في القرص، يعني هي اساس اصلا القرص الفلاحي هي السمنة البلدي. الاول كده يعني هلم الدقيق مع السمنة، وبعدين ابدأ ان انا اضيف الحليب شوية بشوية. طبعا الحليب يا جماعة دافي زي دمعة العين كده. ببدأ ان انا اضيف الحليب شوية بشوية واعجن العجينة. طيب ما عندكيش حليب، اعجني بمية عادي جدا جدا جدا. اهم حاجة بقى العجينة تعجن كويس جدا كده. طبعا كل نوع دقيق بيختلف عن التاني في شربه للسوائل، يعني في ممكن نوع دقيق يشرب السوائل قوي وفي نوع لا. خلاص، فانت بتضيفي كده الحليب شويه بشويه لحد ما العجينه تلم معاكي. لقيتيها بتلزق جامد، ضيفي شويه دقيق زي ما انا عملت كده، وعجين العجينه كويس جدا. لازم العجينه كده تبقى ناعمه وملساء ووشها حلو كده، عشان القرص تطلع وشها حلو مش مخرفشه كده، وتبقى زي اللي بنشتريها من الفرن. ملمس العجينه بتكون طريه بس مش بتلزق، يعني طريه بس في نفس الوقت ماسكه نفسها كده. خلاص، عجينه القرص لازم تعجن كويس. انا مش بعمل كحك، لا، احنا بنعمل قرص فعادي نعجنها، مفيهاش اي مشكله خالص. احنا بنعمل قرص فلاحي. في فرق بين القرص الفلاحي والقرص المبسوسه. دي قرص فلاحي يا حبايبي. خلاص، انا بس ببدا ان انا افرد العجينه حاجه بسيطه كده، وابدا ان انا اغطيها واسيبها 10 دقايق بس ان هي ترتاح. مش بسيب بقى العجينه تخمر بقى وترتفع وكده، لا، انا بسيبها بس 5 دقايق ترتاح عشان اقدر ان انا اقطعها. بس اهم حاجه يا جماعه نغطي العجينه علشان وشها يعني ما يشققش كده وتعمل تشققات على وشها. وبعدين ابدا ان انا اقطعها كده بعد ما ترتاح، وابدا ان انا اكور الكور. لو انت بقى اشتغلتي كل حاجه كده من غير ما تريحي العجينه، وش الكوره مش هيبقى ناعم ملساء كده، تحس ان هو مشدود وبيلمع كده. لازم نوصل بالشكل ده يا جماعه للكور بتاعتنا. العجينه طبعا مرتاحه وتحفه. طبعا عملت الكميه كلها. انا عايزه القرص حجمها وسط، يعني انا مش عايزه القرص تبقى كبيره قوي ولا صغيره قوي. بعد ما كورنا كده الكوره يا جماعه تكون حجمها وسط، لا هي كبيره ولا هي صغيره، يبقى حجم القرص كده وشكلها مناسب. طبعا بغطيها وبسيبهم يرتاحوا كده لمده نص ساعه. دي اهم نقطه بقى لازم نريح فيها العجينه. لازم العجينه ترتاح لمده نص ساعه. خلاص، عشان لما اجي افردها كده تبدا ان هي تفرد معايا بسهوله. طبعا انا حطيتهم في صاج مش مدهون اي حاجه. القرص فيها ماده دهنيه بما فيه الكفايه، فاحنا بنحط الكور ونبدا ان احنا نفردها بس حاجه بسيطه كده. نسيب مسافات بسيطه بين الكره والتانيه عشان بس لما نيجي نفردها. خلاص، طبعا الجو كان ساقع خالص وحاسه ان العجينه يعني شاده معايا خالص. تخمير بقى العجين مهم جدا. طبعا الجو اليوم ده كان ساقع بطريقه فظيعه، فانا جبت الصاج حطيته على الشبكه، وحطيت بقى في ارضيه الفرن كده حله فيها ميه مغليه. فالبخار اللي طالع من الحله من تحت طالع على القرص، فخمرها لي بسرعه، يعني خدت معايا ساعه واحده.
بس لو انت سبتيها بره، سبتيها يعني تخمر مع نفسها كده، تاخد معاكي وقت طويل بصراحه. خلاص، بس انا سبتها بس لحد ما عليت كده، وتحسي ان القرص عرقت حاجه بسيطه كده، بتدي لون حلو برده. وبدات ان انا اسويها. التسويه بتاعتها مهمه جدا يا جماعه. التسويه اول حاجه سواء فرن جاز او فرن بوتاجاز، في بدايه التسويه النار بتبقى عاليه قوي قوي قوي. اول ما تبدا تاخد لون بهدي النار قوي قوي قوي. خلاص، يبقى في بدايه التسويه النار بتبقى عاليه عشان القرص تبقى هشه وطريه. ما ينفعش النار يا جماعه تبقى هاديه طول التسويه، القرص هتنشف. لازم في بدايه التسويه النار تبقى عاليه خالص. اول ما القرص تبدا تاخد لون موحد، ببدا بقى ان انا هدي النار واحرك بقى الصاج كل شويه. احرك الصاج يا جماعه، ما ينفعش اثبت الصاج كده واسيبه وتقولي لي انا عايزه اخد لون موحد، لا، لازم الصاج كل شويه كده. ما هو ده اللي بيتعمل في الفرن، ان هم عندهم جهاز كده بيحطوا فيه العجين او العيش، بيبدا ان هو يلف كده اثناء التسويه، فتلاقي الرغيف طالع بقى لونه موحد وشكله حلو كده. فهو ده نفس النظام اللي احنا عملناه في القرص، ان احنا عايزين القرص تاخد معانا لون موحد، فنحرك الصاج كل شويه. اول ما بتخرج من الفرن انا بسيبها تهدى خالص. على فكره انا كنت بقدمها معاكم كده وهي لسه سخنه نار، يعني كانت سخنه جدا، وشايفين ما شاء الله باينه جدا انها هشه وخفيفه. القرص عامله زي الريشه كده. دي بقى يا جماعه انا جبتها كده مع كوبايه شاي بلبن، كان طعمها حاجه كده وهمي. القرص هشه جدا، طعمه جدا جدا جدا، زي القرص كده اللي تيتا كانت بتعملها لنا زمان، وكانت بتلمنا كده حواليها. حلوه قوي يا جماعه كده. لو عملتوها في السحور، اصلا ريحه الخبيث في البيت حاجه كده بتبقى ما حصلتش، بتعمل ريحه وجو في البيت يجنن. انتوا باذن الله قوموا نفذوها، وتقدروا طبعا تحتفظوا بيها في الفريزر، تحطوها في الكيس وتعينوها وتطلعوها كده، تحطوها في الميكرويف دقيقه واحده، هتلاقيها بصي كانها طازه. مش قادره بجد اوصف لكم على طعمها ولا ريحتها. عايزاكم كلكم تقوموا تنفذوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. طبعا هتفيدنا جدا جدا في الايام الجميله اللي احنا داخلين عليها دي. بصوا بقى، مع كوبايه شاي بلبن انا جعت، حاجه كده خطيره. واهم حاجه يا جماعه التخمير. لو انت مش عايزه انت تحطيها على حمام بخار في الفرن زي ما انا قلت لكم، سيبيها كده تخمر في مكان دافي يعني. خلاص، وسيبيها بقى ساعتين 3 لحد ما انت تلاحظي ان هي تضاعف حجمها. والتسويه بقى اهم حاجه التسويه، سواء فرن جاز او فرن بوتاجاز، بنسخن الفرن كويس جدا جدا قبل التسويه. خلاص، من فوق ومن تحت. وبعدين ببدا ان انا احط الصاج في بدايه التسويه. النار بتبقى عاليه جدا. اول ما احس بقى ان الفرن سخن كده ودرجه الحراره اتوزعت حلو في الفرن، والقرص بدات ان هي تاخد لون حلو، ببدا ان انا اهدي النار زي الشمعه. خلاص، وتسووا بقى القرص كده زي ما انتم شايفين، بتطلع معانا لونها موحد. القرص بصوا هشه ازاي، بصوا قلبها ابيض وفاتح ازاي، طعمها حلو جدا. ريحه السمنه البلدي في القرص خطيره. والله يا جماعه القرص دي يعني فايته كتير جدا اللي ما جربهاش. القرص احلى من اللي بنشتريها من الفرن بكتير قوي. وتقدري طبعا تحطيها زي ما قلت لك في كيس وتحطيها للايام الجميله اللي احنا داخلين عليها دي، للسحور. هتبقى حلوه جدا وهتوفر معاكي حاجات كتير قوي، خصوصا الدنيا بقت غاليه يعني. فالقرص اقتصاديه جدا. وبس كده حبايبي، الفيديو بتاعنا خلاص خلص. يا رب يكون عجبكم وطريقه تكون سهله وبسيطه وكلكم تنفذوها. واسيبكم في رعايه الله، واشوفكم على خير الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم.